سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وانتم تتفرجوا في هذا الفيديو. كما راكم شفتوا اليوم راح نشارككم واحد الروتين خفيف خفيف ياسر، وراح نوريكم من كل حاجه شويه. وراح نوري لكم واحد الخلطه تاع اللي عندهم باسكيت بيضاء ويعانوا معاها، زعما اللون تاعها ديما يخسر لهم. راح نوريكم واحد الخلطه راح ترجع وكانه جديده. مالا تبعوا معايا الفيديو للاخر وان شاء الله راح كما نقولوا تستفادوا. كما قلت لكم هنايا كنت نوض الصباح درت هكا حبيبات تاع مذكر، قلت باش نفطروا بهم. هنايا واحد الوصفه، كما نقولوا لقيت واحد الوصفه روعه. انا كنت عجنت لها وخدمت لها ماما، هي قاعده تطيب لي، قالت لي مانيش قادره نوقف، انا نقعد لتحت نطيب لك وتيا اخدميهم وحطيهم لي في الطاجين. كما قلت لكم واحد الوصفه خطيره، وتلوح لكم كميه كبيره وطيبيهم على ضربه. ما كانش هذيك تاع طيبي وتعاودي، لا لا، تحطيهم على ضربه وطيبيهم. كما قلت لكم تلوح لكم كميه كبيره ويجيكم مرمل روعه. كما راكم دوكا حتشوفوا، راح نكسر لكم حبه وتشوفوا يجيه هشيش ومرمل. وثاني يطيب لكم كما نقولوا من برا ومن الداخل، مش من برا يحمر لكم الداخل يبقى ني، لا لا، يطيب لكم من برا ومن الداخل عادي. هذه الوصفه راح نشارككم بها في فيديو اخر، لانه شفتكم ما تحبوش الفيديوهات هذوك اللي يكونوا وصفه من البدايه للنهايه، تحبوهم يكونوا منوعين. ما حاولت اني نركز لكم على هذا النوع من الفيديوهات. ان شاء الله يعجبكم، واذا كانوا ما يعجبكمش ثاني خلوا لي في تعليقات وراح نتقبل كامل تعليقاتكم، ماني حنزعف ما والو. كما راكم شفتوا جاء يتفتفت، جاء مرمل روعه، يذوب في الفم يا البنات بصراحه. بعد ما فطرت مليح رحت هكا، كانوا عندي هكا لبسه قلت نديرهم في لاماشين يتغسلوا، مادامني نحب ندير هكا، هي ندير لهم دوره وانا نقضي في صباحي في نفس الوقت. هنا كنت درتهم في لاماشين ودرت لهم الصابون وريقلت مليح لا ماشين وخليتها تغسل. بالنسبه لي راهم ديما يسقسوا فيا على هذا لا مارك. بصراحه هذه لا مارك هي من الاوائل تاعهم، من الاوائل نتاعهم. حاليا راهم ينتجوا في نوع واحد اخر ما عندي حتى ادنى فكره عليهم. بصح هذونا شويه شوي بصراحه البنات، شويه شويه. شنو شويه شوي تغسل مليح، بصح الفوضى دايره حاله ما نكذبش عليكم. اما دوكا كي سقسيت عليهم قالوا لي النوعيه جديده راهم كيما نقولوا عدلوا هذا المشكل، ما ولاوش يديروا الصوت هذاك الحس ياسر. وبصح باه نقول لكم جربتهم، لا لا، انا مجربه هذا النوع. شويه شوي اللي ما يشتيش الحسه هذه راح كيما نقولوا حتهبلك. بصح يغسلوا مليح روعه ورخاص، ما مش غاليين. بصح كيما قلت لكم الحس هي اللي ما ديرونجيتني ياسر فيها. ومن بعد هنايا كنت حايره واش ندير الغدا، ما كانش عندي المصروف في الدار راكم تعرفوا. بعض مرات يكون كاين، بعض مرات ما يكون ما كانش. ايا قلت والله ندير لهم بيتزا كيما نقولوا. نفوتهم بها وخلاص، راكم تعرفوا خاصة كي تكون عندك هكا ياسر حاجات راح تقضيهم، تولي مهم حاجة تهنيك وخلاص. هنا كانت لاصوص هذيك تاع البيتزا كانت عندي واجدة في الفريجيدار. وكانوا عندها هكا حبيبه تاع زيتون، شويه حشاوش، زيتون اخضر زيتون اكحل. قلت ندير لهم بيتزا وراهي فرات. حطيت لهم واحد البيتزا روعه، هذه البيتزا تاع شيف امير. يا ودي يا البنات شوفوا واحد البيتزا روعه، واحد كيما نقولوا العجينه خفيفه وتشبع وروعه روعه روعه. مش نقول لكم عليها، راكم اللي تعرفوا شيف امير وصفات تاعو كاملين ناجحين وكاملين، كيما نقولوا يستاهلوا انك تجربيهم. كما راكم شفتوا ما عليكم انكم تكتبوا بيتزا كاري شيف امير، راح تخرج لكم. كما راكم تشوفوا هنا من بعد خدمت لهم ليها المايونيز زدتها لهم. هما يديروها بلا مايونيز، تحبي تزيدي لها بيض مطبوخ وتكرفجيه فوقها، تحبي تستغني عليه وديري المايونيز كيما تحبي. كما راكم شفتوا جات في العبر، ما هي غليظه ما هي رقيقه، جايه في العبر وهشيشه. هذه اللي حاجه اللي عجبتني. وهنا راح نفوتوا للخلطه تاعنا تاع الباسكيت. شوفوا اللي عندها الباسكيت تاعها بيضة وتتوسخ لها وما تغسلها وتبقى هذيك الوسخ فيها، راح نعطيك هذه الخلطة راح ترجع لك بيضة وكأنك هذا وين شريتيها. شوفوا البنات صدقوني، هذه لو كان ما جربتهاش مش راح نقول لكم عليها نهائيا. انا جربتها على الباسكيت تاعي، الباسكيت تاع خاوتي كامل رجعوا يشعلوا، وديجا دوكا راح تشوفوا النتيجة بعينيكم. هنا نحتاجوا كمية تاع زيت، قصدي الصابون السائل تاع الماعن عادي اللي متوفر عندك استعمله. هذايا كما انا كان عندي هذا درتو. نحتاجو بيكربونات ونحتاجو الخل. كما راكم شفتوه انا هنا بيكربونات نشريها بالميزان، من الاحسن اشروها بالميزان لانه تجيكم كونتيتي كبيره
وطول الكميه طول لكم. كما راكم هنا شفتوا درت زوج مغارف صقار ماهمش كبار، ومن بعد درت عليهم مخل. هنا احذروا البنات، هنا لازم يكون البول تاعكم شويه كبير، انا كنت صغرت البول شويه وتفيض لي. نتوما كبروا البول تاعكم باش كي يحدث هذاك التفاعل تاع الخل مع البيكربونات ما تسيح لكمش. ومن بعدها خلطوها مليح مليح، راح تولي لكم كانها كيما نقولوا كانها شويه كريمه. خلطوها مليح مليح، لازم هذيك البيكربونات تذوب في مع هذاك السائل ومع الخل كما راكم شفتوا. ومن بعد احكمي هذيك الباسكيت تاعك، تكوني مسحتيها من الغبره وطبقي عليها كامل هذيك الخلطه تاعك. كما راكم شفتوا اللون تاع الباسكيت كيفاه داير، معناها راكم تشوفوا بعينيكم. دوكا راح بعد ما نغسلها راح تشوفوا بعينيكم كيفاه ولات. ما حبيت نفوتكم حتى خطوه. كما راكم تشوفوا راها جايه صفراء مسخه. ومن بعدها نحتاجو ثاني هذه الفرشاة تاع الأسنان تكون عندك وحدة قديمة. استعمليها ديما تغسلي بها الباسكيت تاعكم. هنايا كي توزعي الخلطة تاعك كامل على الباسكيت خليها مدة 5 دقائق فقط، 5 دقائق وهي في ذيك الخلطة. ومن بعدها ابداي حكي فيها بهذيك الفرشاة تاع الأسنان، حكيها مليح، حكي مليح. أصلا راها ذيك الخل والبيكربونات يساعدوك إنه هذاك الوسخ يطير ما يبقاش لاصق. ابداي حكي فيها مليح 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 حتى تخرج البيضه كما تحوسي. شوفوا راكم ديجا شفتوا لاسوميل تاعها كيفاه كانت، اني حطيت لكم الصوره باش ما تكذبونيش كامل كيفاه كانت صفراء وكيفاه ولات. اما بالنسبه هذوك الخيوط زيدي حكي انتيا. انا هنايا كيما نقولوا قصبت عليها، حكيت ومن بعد ثم شللت. تمي هكا حكي راح يخرجوا لك هذوك الخيوط ثاني بيض، لانه انا في الباسكيت تاعي ما صبرتش عليها، ومن بعد في الباسكيت تاع خويا شويه صبرت عليها تميت نحكها فيها، خرجوا حتى هذوك الخيوط بيض. ما تحكموش على الباسكيت تاعي، الباسكيت تاعي اصلا جايه النهايه تاع الخياطه مخرجين هذاك الجلد، على بها راكم تشوفوا فيها هكا شويه فيها صفوره، هي ماشي صفوره تاع وسخ، هي صفوره هذيك تاع الجلد. البهم كي خرجوا هذيك الخياطه خلوا الحواف خارجين. اما بالنسبه شفتوا لاسومال كيف خرجت بيضاء، شوفوا الشكل تاعها خرجت بيضاء روعه. شوفوا البنات جربوها ماكم خاسرين والو، واحد الوصفه وعليها الكلام تخلصكم كامل هذاك الصفوريه تاع الباسكيت. ومن بعد هنايا في الليل كنت هنايا متراهنه مع خويا على واحد الحاجه، ايا وربحتو انايا، جاب لي تاكوس مزيه، ربحت انا لانه لو كان خسرته ما كانش حدي ولا الفراق باش نشري له التاكوس. وهو صامت، لازم تحطيه له، ما كانش تخدمي معاه تدخلي معاه في كاش حاجه لازم تخسري. اي الحمد لله هذه المره انا ربحته. ومن بعد هنا بعد ما تعشيت حكمت بلاصتي، قلت والله نتفرج كاش حاجه. كما راكم شفتوا راني متكيه وقاعده نقلب واش نتفرج حاجه ما لقيتها تصلح، قعدت ندور 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 وراكم تعرفوا. هذا هو فيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم، ان شاء الله ما نكونش صدعتكم بالهضره. وما علي دوك نقول لكم تهلاو في رواحكم، تلقاو في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.